السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه المقابلة بين فريقنا ومنتخب النرويج في كأس عالم دريملينج عام 2023. تنطلق المقابلة وتبدأ الهجمة من فريقنا. كرة للمنتخب النرويج في وسط ميدان. الأجواء باردة في هذا الملعب يا السادة. يمشي كرة في وسط ميدان. لوزة يبحث عن النصيري يبحث عن زياش يتقدم. حكيمي زياش، ترجع كرة لزياش والنصيري، والهدف الأول في شباك النرويج. النصيري المغربي يسجل الهدف الأول برأسية عالمية في الشباك النرويجية. هذه المقابلة ستكون قوية في كأس العالم. نعرف مقابلات كرة القدم يكونون قويون. ترجع كرة لفريقنا من جديد، يبحثون عن الهدف الثاني والثالث، يسجلون الأهداف أكثر. وكرة خطيرة والرأسية وركلة مرمى في هذه اللقطة يا السادة. كرة في رمية تماس لفريقنا. نايف أكرد نايف أكرد يعطي كرة في وسط ميدان المزراوي. أداب مسينا، نصير المزراوي، نايف أكرد. الدفاع يتحرك أكثر من الهجوم. كرة في وسط ميدان على الأطراف. كرة تدور. فريقنا يحرك كرة على اليمين وعلى اليسار. كرة خارج المرمى. هذه الكرة أخطأت في التمرير يا حكيمي. ترجع كرة للنصيري والتوزيعة. يا النصيري يجرب حظه، لكن الشباك رفضه، وكرة خارج المرمى فوق الشباك يا السادة. الله عليك يا نصيري، الله عليك يا نصيري في هذه الكرة اللي ضيعتها يا نصيري. وانتهى الشوط الأول. ينطلق الشوط الثاني. نريد فيه الأهداف، نريد فيه الفرحة، نريد فيه الهجمات. وأول كرة وأول هدف في الشوط الثاني. جول زياش وبوفال بالرأسية هذه سجل منها الهدف الثاني لفريقنا. النرويج تعاني. البرد والقارص والأهداف في الشباك يا السادة. الله عليكم يا أبطال. يمشي كرة من جديد لمنتخب النرويجي. النرويج يخسرون كرة في وسط ميدان. ياسين بونو، نايف أكرد، آدم مسينا. ترجع كرة، الدفاع يدور كرة أكثر من الهجوم. وسط ميدان يتحرك الآن. ترجع كرة لبونو، يعطي كرة لنايف أكرد. أملح يعطي كرة لمسينا. يبحث على بوفال. هيا كرة رائعة. يمشي بوفال يتقدم. جول. زياش يسجل الهدف الثاني. كما رأيتم في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني زياش أعطى كرة لبوفال وسجلها. والآن جاء دور سفيان بوفال وأعطى كرة لحاكم زياش وسجل منها الهدف الثالث يا السادة. الله عليكم. التبادل كروي رائع والانسجام رائع، وفريقنا في الطريق الصحيح. ترجع كرة في وسط ميدان قوي لفريقنا. النرويج تعاني في هذه الدقائق يا السادة. جيبوا الرابع، جيبوا الخامس وانهوا المقابلة. ترجع كرة في وسط ميدان. يمشي كرة لنصير. نايف يعطي كرة لأشرف. حكيمي يعطي زياش يرجع كرة لأشرف. داري لنايف أكرد لوزا للنصيري. النصيري يعطي كرة لزياش يتقدم. زياش يسدد. يسجل. زياش تسديدة عالمية في الشباك النرويجية. الله عليكم يا رجال. ما هذا يا زياش؟ ماذا تفعل يا زياش؟ كما العادة تسجل الهدف خارج المنطقة الجزاء يا زياش. الله على هذه المقابلة، ستبقى في التاريخ. الله على هذه المقابلة القوية. الله على نصف النهائي ينادي فريقنا. وانتهى الشوط الثاني. شكرا على المتابعة.